السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. طبعا انا عملت حبة حلويات كده وحبة الوان، وزغللت عيون عيالي وانا قاعدة، والعيال اتفاجئوا بالالوان دي. طبعا الحاجات دي طبعا انتوا عارفين العيال بيحبوها جدا، وكل شوية بيشتروها من المحل. الكيس بقد كده. وانا لما باجي اعمل تورته او اعمل حلويات الجاتو، بروح اجيب الكيس الحلويات دوت من عند بتاع الحلوات الحلواني، بسعره بقد كده. اسمه ايه؟ كريزا مش عارفه، مش فاكره اسمه ايه والله. ما بجيبوش كتير فانا مش فاكره اسمه. المهم، قشر بطيخ. اه اتخضيتش ليه من قشر البطيخ؟ بيتعمل من قشر البطيخ. فاكرين قشر البطيخ زمان كنا بنعمل بيه ايه؟ كنا بعد ما بنخلص البطيخ كده وناكله، نروحوا جايبين السكينه ونروح نقطع. وبعد ما بنقطع كده هي حاجه واحده، بنرميه للبط والفراخ. بيتعمل بيه حاجه تانية؟ ما بيتعملش بيه حاجه تانية. دلوقتي بقى بعمل منه مربى. بنعمل منه الحلويات اللي انا بقول لكم عليها، اللي بالسعر الفلاني، الكيس بتاعه بقد كده، عشان نزين بيه التورته بتاعتنا. وبنعمل منه حاجات كتير. انا مش عايزه الا في النص بس ده. انا شلت الحمار منه وشلت القشر منه، ومش عايزه الا ايه، الا الحته اللي في النص دي بس. واقطعها مكعبات عشان ايه؟ تبقى خفيفه كده معايا وتبقى صغيره، مش عايزاها كبيره. مش عايزاه كبير، الكبير مش حلو، مش مستحب. احنا بنزين بيه الحلويات كده من فوق كده، بيبقى شكله لطيف، فمش عايزين يبقى شكله كبير يداروا التورتايه. خلصت الكميه كده واحطها على الحله معاكم. واحط ميه مغليه، لازم تبقى الميه مغليه. تحطش ميه مغليه كده وتغطيها. وهتتفرجي بقى على النتيجه دلوقتي. لو كملتي الفيديو للاخر وعجبك الفيديو، ما تنسيش تعملي الاشتراك واللايك عشان يوصل كل جديد، وعشان الفيديو ينتشر. بصوا لونه اتغير ازاي، قلب على اخضر اهو. طبعا الكميه دي ما تتفاجئيش بيها، بعد كده بتبصي تلاقي دوبك الحبه اللي في الطبق اللي انتوا شفتوهم دول. تشوفيهم في الحله بصي قد ايه. بس لسه بقى السوائل بتاعتهم هتنزل. بعد ما تنزل بقى بيكشوا. طبعا هنا انا سويته نص سوا، ما سويتوش سوا كامله. فضلت متابعاه وسويته نص سوا. لو ايه سويتيه سوا كامله مش هينفع، لازم نص سوا. احنا لسه هنحط على النار تاني. هنا مسكت كده تعايري بالكوبايه عشان مقادير السكر. انا هنا عايرت بالكوبايه معاكو. كنت مستعجله فايه عملته سخن كده بسرعه. دول حوالي عملوا 8 كوبايات. الكوبايه عليها نص كوبايه سكر. فانا ال8 كوبايات دول عملت عليهم 4 كوبايات سكر. هنا خلصت 8 كوبايات. هحط بقى ايه 4 كوبايات سكر. ادي كوبايه. صلوا على النبي يا جماعه، وزيدوا النبي صلاه. كده احنا بقى حطينا السكر بتاعنا. طبعا العيال ملمومين حواليا ومستغربين اللي انا بعمله ده. يعني هم طول النهار بيشتروا حاجه حلوه من عند السوبر ماركت. قشر بطيخ. قلت لهم قشر بطيخ. قالوا لي لا انت بتهزري. قلت لهم طب وانا بهزر ليه؟ طب ما نجيب الحاجه ونجيب ونجرب. ليه نهزر؟ هتدفعوا كام بقى لما تجربوا؟ قالوا لي لا احنا مش مصدقين اللي هو دوت هو ده. قلت لهم ماشي، انا هطلع لكم نفس النتيجه اللي في المحل. طبعا انا اللي كسبت طبعا، لان طلع فعلا بنفس النتيجه بتاعت المحل. ده هنا البذر بتاع الليمون، انا محتاجه ليمونه واحده بس. مش مستحب بشيله. فهو يدوبك الليمونه والسكر. مش هحط حاجه تانية. الالوان اللي بعد كده دي احنا بنزين بيها. بص لونه عامل ازاي. طب بذمتك مش عايزه تمسكي معلقه كده وتدوقي كده لوحده؟ من غير الالوان، من غير اي حاجه، هو مش محتاج الوان. بس انا عشان عندي الوان في البيت، وعندي عيالي بقى ايه عايزه اغيظهم، عشان بيقولوا لي لا مش هيطلع زي المحلات. فرحت حاطه لهم الالوان وعملت لهم زي اللي في المحلات بالظبط. وهم اتفاجئوا واقفين ورايا كلهم ومستنين النتيجه. رجعت حطيته على النار تاني بس على نار هاديه.
وحطيت كوبايه ميه عشان عندي سوائل دلوقتي، انا صفيت السوائل كلها خلاص. كده هيغلي معايا، هفضل اقلب فيه. خلاص كوبايه الميه اتشربت والسكر خلاص اختفى، يا دوبك بقى فيه سكر بسيط. هنصفيه طالما استوى معانا وخلاص وصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. لو لقيتي حبه سوائل ممكن تصفيها بعد كده، انا هنا صفيتها لان اللون بتاعه خلاص هو ده السوا بتاعه اللي انا عايزاه. انت عايزه تسويه اكتر من كده ممكن تسيبيه، عندك سوائل تانية مفيش مشكله. بصوا هنا بقى بعد ما استوى السوا الكامل كده خلاص، هنجيبه بقى ونظبط الالوان بتاعتنا عشان نزغلل عيون عيالنا. هو كده مش محتاج الوان ولا محتاج حاجه، بس احنا عشان بنزين بيه الحلويات فلازم نعمل الوان ونعمل كده حبه حركات. هنا اللون دوت علبه البودره ديت بتجيبها من عند العطار، اللي عايزه بودره طعام ديت مسرح بيها في كل مكان وما بتضرش، يعني بنعمل بيها كل حاجه في البيت. الالوان ديت عشان ايه؟ الاطفال بتحب الالوان والحاجات دي، فانت لازم تجيبي الالوان دي عشان تظبطي ايه العيال بيها، تزغللي عينيهم. اللون الاحمر معايا، رجعت بطيخ تاني اهو. لازم بقى تجيبي صينيه كبيره، الصينيه الكبيره دي تفرشيه كده عليها عشان لما تفرشيه لسه هتحطيه تحت المروحه، انا عايزاه ينشف، الرطوبه اللي فيه دي تطلع منه. ده اللون الاصفر بتاعه، انا ما حطيتلوش لون، يعني انا عندي هنا قسمتهم على 3، ما حطيتش الا اللون الاحمر واللون الاخضر. ده اللون الاساسي بتاعه اللي هو اللون الاصفر، مع ان هو اجمل لون فيهم. ده اللون الاخضر، بس خلي بالك وانتي بتحطي يا دوبك حاجه بسيطه، لان اللون دوت بيرمي لون جامد، بيبقى تقيل، خام وتقيل. فانتي تحطي بالحته الصغيره، حسيتي ان انتي محتاجه حطي لغايه ما توصلي للدرجه اللي انتي عايزاها. انا كده وصلت للدرجه اللي انا عايزاها وخلاص على كده. انتي حابه تبقى تخففيه حابه تقليه براحتك، بس هو ده الدرجه دي مظبوطه. بصوا هنا بقى انا سبته تحت المروحه عبال ما ايه الرطوبه بتاعته مشيت شويه والميه نشفت منه، بس انتي تسيبيه يوم كامل عشان لما تسيبيه يوم كامل في الهواء بيبقى احسن والطف. انا جبت كيسه اللي هي الكيسه بتاعت الطماطم دي اللي بنخزن فيها الاكل الخضار، وحطيت اللون دوت في الكيسه عشان هوصل بقى ايه طريقه تانية في نقطه تانية. هتجيبي هنا معلقه نشا، وبعد كده تروحي ماسكه الكيسه وتقعدي تقلبي فيه بقى. حسيتي ان انت محتاج نشا حطي، ما تقلقيش وما تستخسريش انت ونظريتك. هنا انا عملتهم كلهم، اختصرت عليكم الفيديو. عملت هنا اللون اللي هو الطبيعي بتاعه والاخضر والاصفر، والعيال بقى مخضوضين من الالوان بقى والطعم. اه يا ماما نفس الطعم اللي احنا بنشتريه من بره. قلت لهم هتدفعوا كام بقى؟ وروني بقى اللي انتوا بتجيبوه بيه بره، هاتوه يلا لموا فلوسكم كده وهاتوه، خدوا الطبق ده. بصوا بقى عملنا طبق حلو ازاي وخدنا عليه السهرة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اشتراك وتعملي اللايك. تحت كده حطي ايدك كده هتلاقي كلمة اشتراك، يا دوبك هتدوسي عليها مش هتخسري حاجة، واللايك عشان الفيديو ينتشر في كل مكان. ايه رأيكم بقى في الطبق ده؟ هتروحي تجيبيه من عند الحلواني بقد كده. يلا باي باي، يلا هتوحشوني، باي باي.